السلام عليكم. اليوم الخامس من معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي في اسطنبول، ومعكم سمير عطية في محطة جديدة بعنوان حلق بالمعرفة. ماذا كتب الشعراء والأدباء والكتاب عن القطار؟ سؤال يبدو غريبا للوهلة الأولى. يقول شاعر عربي: ما زلت أبحث في الليالي عن يدي، أحتاج خارطة القلوب لأهتدي، وصل القطار إلى نهاية حلمه وأنا هنا أرنو المسار لأبتدي. كتب الأدباء والمؤلفون في مسارين اثنين: المسار الأول في تحفيز الذات لتخرج من اليأس إلى الأمل، مثل كتاب هل فاتك القطار الذي يحفز على التفاؤل وأن يقتنص الإنسان كل فرص الحياة وكل الثواني والدقائق. لكن الكتابات الأكثر جاءت في الروايات العربية والعالمية، مثل متر حلب للكاتبة السورية مي حسن، وفي رواية الكاتب والروائي التركي أورهان باموك، في رواية المرأة ذات الشعر الأحمر. أما الرواية الأهم فهي لأغاثا كريستي في رواية جريمة في قطار الشرق السريع، المكان الذي احتوى وأحداث كل الجريمة في تلك الرواية، من العراق إلى حلب إلى اسطنبول إلى بلغراد وانتهاء بلندن. اختارت المكان قطارا للجريمة والتفاصيل والشخصيات والأحداث والزمان الذي جرى فيها. موضوع شيق وجميل وغريب كثيرا، ولكنه يستحق التوقف عند هذه المفردة، عند هذا الموضوع الذي كتب عنه الشعراء والأدباء والمؤلفون. دمتم بخير.